أعزائي المشاهدين الأصدقاء والصديقات، مساء الخير وأهلا بحضراتكم معانا حلقة جديدة من خلال برنامجكم مع الناس. موضوعاتنا عديدة ومتنوعة ومثيرة جدا، وعايزة أقول في نفس التوقيت حرجة جدا، ولكن هيكون معانا اتصالات هاتفية كتير، وهيكون معانا طبعا أخبارنا وتقارير الخارجية. تابعونا إن شاء الله ونستفيد من حلقتنا ومن المسؤولين اللي هيكلمونا إن شاء الله. مرة تانية مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا منال، مرة تانية بنرحب بحضراتكم. حلقة النهاردة من برنامج مع الناس، حلقة يوم الاثنين. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة 15 من شعبان، والأيام بتجري والأيام بتمر. 15 يوم ونستقبل الشهر الكريم شهر رمضان. النهاردة ليلة أو النصف من شعبان. كل سنة وحضراتكم طيبين. حلقة النهاردة دعونا نتوقف عند كلمة الفريق السيسي وزير الدفاع بالأمس، اللي أكد فيها أن هناك حالة من الانقسام داخل المجتمع المصري. أكد أن استمرار هذه الحالة أو هي حالة الانقسام تعتبر خطر على الدولة المصرية. وشدد الفريق السيسي في كلمته أمس على ضرورة التوافق بين المجتمع المصري خوفا من الانقسام اللي نوه عليه في بداية الكلمة. الفريق السيسي أيضا خلال الكلمة اللي قالها بالأمس قال إنه يخطئ من يعتقد أن هذه الحالة في صالح المجتمع، الحالة اللي بيمر بها المجتمع. قال إنه يخطئ أي مواطن إن هذه الحالة تكون في صالح المجتمع المصري، ولكن قال إن هذه الحالة بتضر به وتهدد الأمن القومي المصري. ويخطئ أيضا من يعتقد أن القوات المسلحة في معزل عن المخاطر اللي بتهدد الدولة المصرية. وقال أيضا إن احنا مش هنظل صامتين أمام انزلاق البلاد في صراع ويصعب السيطرة عليه، وإن القوات المسلحة على وعي كامل بما يدور في هذا الشأن العام. كلمة الفريق السيسي بالأمس كل كلمة ليها معنى واضح، كل كلمة ليها هدف واضح، وأعتقد أنه الكلام واضح للجميع لكل الأحزاب الموجودة على الساحة المصرية. طبعا الكلام ده مهم وعلى درجة كبيرة جدا من الأهمية. لن نصمت أمام انزلاق البلاد إلى صراع يصعب السيطرة عليه. كلنا ثقة في الجيش المصري والقوات المسلحة، ويعني يبقى إنسان فاشل أو تفكيره تفكير الفاشلين اللي ممكن يوجد فجوة ما بيننا وبين القوات المسلحة أو ما بيننا وبين الداخلية. ولو إن الحديث دلوقتي عن القوات المسلحة ده أعتقد فشل، ويعني بيفكر في موضوع تاني، يعني مش قصتنا أو مش موضوعنا. ثقة كبيرة جدا في القوات المسلحة في الجيش المصري، الثقة في ازاي انا ارجع بالوطن او استرد وطني مره اخرى. انا النهارده فوجئت بالحوار ده بيتردد ما بين ناس كتير جدا على المواقع الإلكترونية، بيقولك ان انا بستعيد الوطن او انا برجع الثقة في الوطن. يعني كان في هيئات كبيرة جدا في البلد كان ممكن نقول ان اهتزت الثقة ما بيننا وما بينهم، سواء كانت الداخلية او القوات المسلحة. لا، احنا بنحاول ان احنا على مر الفترة دي كلها بنزيل الفجوات دي وبنوجد مرة تانية الثقة، وان كنا بقالنا فترة بنستعيد ثقتنا بالداخلية مرة تانية، وما بنحاولش ان احنا يتدخل اي حد ما بيننا وما بينهم ايا كان، وايا كانت الشخصيات وايا كانت المقومات وايا كان التفكير، فهو تفكير مش موضوعنا دلوقتي. من ضمن الموضوعات كمان الهامة اللي احنا لازم نتكلم فيها، او خلينا نبدأ بيها دلوقتي، القضاء حماس وحزب الله وراء اقتحام السجون. الرئاسة لسنا معنيين بالحكم، والقاضي استمع لقيادات الإخوان سرا. أمرت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي تنظر قضية اقتحام سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير بالتحقيق مع عناصر إخوانية في قضية اقتحام السجون والاعتداء على قوات الشرطة وسرقة الأسلحة والذخائر. وقررت أيضا مخاطبة الانتربول الدولي لتوقيف قياديين في حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني متورطين في هذه القضية. اللي احنا عايزين نوصل منه في الموضوع ده ان كان في حكم تاريخي، او ان القاضي ساعتها او توقيتها او امبارح او اول امبارح، والاستعدادات كان الموضوع اهم من ان احنا يعني ننشغل بحاجة تانية. فاعتقد كده زي ما بيقول ظهر الحق في القصة دي وفي القضية دي، ونقدر بقى دلوقتي نتطلع الى ما بعد هذا الحكم. ده اللي احنا كلنا وصلنا له
بعد الموقف ده او بعد القرار الشديد من محكمه جنح هو مشترك طبعا الإسماعيلية. محكمة الاستئناف حولت الموضوع منال للنيابة طبعا العامة طبعا عشان تتخذ الإجراءات، اللازم وهو والتحقيق. ليس حكم لا نهائي مش حكم، هو للدرجة احاله، هو يعني احاله إلى بالظبط كده. النيابة العامة هو للتحقيق احاله، في وفي هذا ناس مطلوبين ان الموضوع عشان هم بس موضوع سواء كان يكون من حزب الخبر الله على او درجة من مناسبة. حماس. الناس دي لازم تكون وكتائب القسام، الناس لازم تكون برضو في بحث في النقاط دي، وازاي الناس دي دخلوا بلدنا وعن طريق ايه، وازاي وجدوا ما بيننا هذه الفرقه وهذا التقسيم، وازاي كمان، وده اهم من كده، الرعب والفزع اللي احنا عشناه بعد خروج العدد المهول من المساجين اللي لغايه هذه اللحظه مش عارفين نلمهم ونرجعهم تاني مطرح مكان. عندنا موضوعين هنتوقف عندهم في حلقتنا النهاردة. الموضوع الأول حول موضوع السولار والبنزين، ايه الحكومة اللي هتعمله خلال الفترة القادمة؟ هل الأزمة موجودة حتى هذه اللحظة أم الإجراءات اللي هتتخذها الحكومة خلال الشهر القادم هتحل هذه الأزمة؟ النقطة الأولانية، الأزمة ما زالت قائمة، محطات البنزين الطوابير ما زالت حتى الصباح الباكر هذه الطوابير وازدحام وتكدس مروري بسبب محطات البنزين، سواء بنزين 80 90 92 كله في يعني في ازدحام شديد في محطات البنزين، والسولار طبعا بدرجة كبيرة. الحكومة من الشهر القادم هتبدأ تجربة جديدة وهي تجربة الكروت، هتبدأ على 3 مراحل. ده هنحاول ان احنا هنعرفه من خلال اتصالنا مع السادة المسؤولين. دي اول نقطة في موضوعنا اللي هنتوقف اليه في حلقتنا النهاردة. اما الموضوع الثاني اللي هنتكلم عليه، كان هناك قرار جمهوري بزيادة المعاشات 10%. اتحاد المعاشات رفض هذه الزيادة وقال يعني 10% هتعمل ايه لصاحب المعاش في ظل ارتفاع الاسعار المجحفة، وطبعا ده مش ممكن يكون زيادة تتناسب مع زيادة الاسعار. ده برضه موضوع هنتوقف ليه، ولكن دعونا هنطلع بفقرة قامت كاميرا مع الناس بتسجيلها خارج الاستديو وهي خاصة بالسولار والبنزين داخل المحطات. تعالوا نشوف الفقرة وهنرجع تاني نتناقش في هذا الموضوع. من 7:30 أو 8 إلا ربع. 8 إلا ربع بالظبط كنت هنا. والله واقف في الطابور زي أي حد. أنا شغال الفيوم، بس اللي جابني هنا الجاهز طبعا. بحمل من الموقف وأطلع الفيوم، بس باخد دور رايح ودور جاي بس. وأنت واقف بتمون بتضيع منك اليوم ولا بتشتغل ولا مربحة معاك؟ لا، ما هي من جهة مربحة مش مربحة، بس طبعا أنت لازم تقف. هتعمل إيه طيب؟ أنا هعمل إيه طيب؟ واقف لازم أقف. انا هنا من 7:30 او 8 الا ربع، بس ما كانتش العربيه ما كانتش جت بتاع الجاز يعني. بس شوف بقى الساعه كام دلوقتي، ما اعرفش الساعه كام. والله يا ربك يسترها. لا انا هنا من 8 الصبح. والله هو الحكايه مش حكايه رئيس، الحكايه حكايه شعب اصلا. ما حدش عايز يشتغل لما تبقى بنزيمه زي كده، او مش دي خاصه يعني، والجاز يتهرب والناس تقف. انا واقف قبل كده من 1 بالليل ل3 الصبح وما لحقتش. قالوا خلاص شطبت شويه، وجا عربيه في فنطاس كبير خد 3000 لتر. يعني مش عارف هو في ايه بالظبط. الحكومه مش عايزه تشتغل، الناس مش عايزه تشتغل، مش عارف ايه يعني. مش بصراحه مش. لا انا تعبان يعني. والله وانا دي عربيه شركه اصلا يعني، مش عربيتي، فمش هتقف على دي. ممكن يشتري من سوق الصدف مش هتفرق معاه. بالنسبه لي انا عادي، انما في ناس تاني مش فيش امكانيات انها تشتري من سوق الصدف 45 جنيه صفيحه و50 جنيه. فالمفروض يبقى في حل يعني. من 8 الصبح، من ساعه 8 صباح جت العربيه التريلا فضت، ويا دوبك ان احنا هو نفوق. بتعمل ايه في الازمه بقى؟ هنعمل ايه؟ زي ما انت شايف يا باشا، نقف في الطابور ونفضل واقفين من الصبح. لو هنعمل دورين ولا 3 هنعمل دور واحد. شكرا. كل يوم على النظام ده. هنعمل ايه طيب؟
تطلب من ايه من الحكومه تقول لهم ايه تطلب ايه من الحكومه عشان الازمه اللي احنا فيها؟ يعني نطلب ايه؟ انا كل اللي نطلبه ان احنا اللي احنا فيه ده ما يرضيش ربنا. اللي احنا فيه ده ما يرضيش ربنا خالص يعني والله. ما يرضيش ربنا، ما يرضيش ربنا ان احنا نقف من 8 صباحا ومن الساعه 7 الصبح نفضل واقفين عشان نفول جاز وعشان ننزل ولا نعمل دورين ولا دور ولا. ده حرام وما يرضيش ربنا يعني والله. حسبي الله ونعم الوكيل، بس ده اللي اقدر اقوله. طب ما تكلمنا كده باللي بتمر بيه يعني. يا عم زي بعض بقى، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه اللي بيحصل معاك؟ كتير قوي بيحصل. احنا هنعمل ايه؟ الجاز ما فيش جاز خالص. ما فيش جاز، هنعمل ايه؟ انا واقف هنا من 8 الصبح عشان احط جاز. من 8 بقى اشوف لحد 12 اهو. يعني جاي من اخر الدنيا عشان احط جاز هنا. حسبي الله ونعم الوكيل، هنعمل ايه يعني؟ بتفول بقى يعني. بنفول، بس في يوم ويوم عايز تحط جاز، واحنا يعني بيمشينا شهر. ده يوم ويوم. انت عايز يوم ويوم تحط جاز. يلا ربنا يسترها. الساعة 8 واحنا واقفين من اخر عند الكوبري وانا ورايا موظفين. اعمل ايه دلوقتي؟ عاوزين تشوفوا لنا حل في موضوع الجاز ده. فمش عارفين، انا واحد من شوف مفيش يعني، تعبانين اخر تعب. عايزين تشوفوا لنا حل في موضوع السولار ده. وده عربية شركة، شوف حضرتكم ايه. مش عارفين نعمل ايه حضرتك. كل يوم بنفس الموال. شوف حضرتك، ولا اكل ولا شرب. يعني انا دلوقتي عاوز اكل واشرب، مش عارف اكل عشان اجي اقف في الطابور من الساعه 8 لغايه الساعه 2 12 ولا واحده. مفيش فايده يعني. مش عاوزين نشوف حل يا بيه. تطلب ايه من الحكومه عشان تحل لك الموضوع ده؟ مش عارف هي تتحرك تعمل اي حاجه عشان تحل الازمه دي. والله العظيم اللي احنا فيه ده حرام. بس انا النهارده اجازه وسايب بيتي جاي عشان امون، واقف من الساعه 6 واخش البنزيمه الساعه 11 ونص. حسب الله ونعم الوكيل، مش هقول اكتر من كده. مرة تانية أعزائي المشاهدين، رجعنا لحضراتكم، وزي طبعا ما تابعنا وشفنا أزمة الوقود والطوابير اللي بتقفل الشوارع، أصحاب المحطات والسائقون بيتبادلوا الاتهامات، والسادة المسؤولين أيضا بيتبادلوا الاتهامات. كمان امبارح واول امبارح كان في ناس على طريق العين السخنه واقفين وبيتصلوا باهاليهم عشان يروحوا بيوتهم، مفيش بنزين عشان يروحوا. ده حقيقه على فكره، واقع يعني. دكتور ابراهيم زهران، وكيل اول وزاره البترول. الو، مساء الخير يا فندم. يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. يعني انا عايزه اسمع تعليق حضرتك على اللي بيحصل، وتعليق حضرتك على الناس وكلام الناس، وناس مستاءه جدا وناس في ازمه جدا. شايف ايه دكتور ابراهيم؟ والله أزمة السولار بالذات بقى لها دلوقتي 8 أشهر وما اتحلتش، وشكلها مش هتتحل. ليه يا فندم؟ لأنه محدش بيواجه الأزمة عشان يحلها. الكل بيدور على حل مؤقت عشان يعني يشوف حل لمشكلة الطوابير، لمشكلة كذا، لمشكلة كذا. لكن جوهر المشكلة أساسه إيه؟ إن أنا عندي استهلاك أعلى من الإنتاج. تمام. الانتاج بتاعي مش مكفي وبستورد. طيب كويس، قبل ما اخش في اي مشكله لازم احددها. شوف انا عندي الانتاج ناقص ليه واحاول اصلحه. بعد الانتاج في تصنيع، معامل التكرير واقفه ليه، احاول اشغلها واخدها خطوه. وهي ايه اللي موقفها؟ يعني الحاجات المشاكل دي حضرتك بتقولها كده 1 2 3، طب انا ما بحلش ليه؟ يعني انا ليه مش بحل لما انا عندي مشكله وحطيت ايدي على المشكله؟ سايبين كل حاجه وماسكين في الديل. التوزيع ده هو تراجل للناس بتوع التوزيع والتسريب والحراميه ولاد الكلب. هو ده السؤال. احنا ليه كنا بنكلم مسؤول يقول لك ده سوء توزيع؟ هي منظمه كامله يا استاذه بس في سوء توزيع. احنا بنضخ بكميات يا استاذه بس في سوء توزيع. طب لما انا عارفه ان المشكله في سوء التوزيع برضه انا ساكته ليه؟ لا هي مش مساله سوء، المنتج نفسه مش موجود. المنتج نفسه قله انتاج، ان المنتج مش موجود. طب هو طالما ان في عجز في المنتج ففي مشكله. فهم يحاولوا بقى يلبسوها للتوزيع. هم مين بس يا دكتور ابراهيم؟ يعني حضرتك بتقول هم مش قادرين يواجهوا او مش بيواجهوا، دول هم مين يعني؟ مش هي الحكومه؟ الحكومه طبعا. طيب الحكومه ممثله في مين بالظبط؟ مش في وزير البترول ولا ممثله في جهات تانية؟ وزير البترول والناس اللي معاه. يعني اذا في تقصير من وزير البترول لحل هذه الازمه. اكيد. امال اللي واقف طابور ده واقف ليه؟ ما انا القانون 20 لسنه 76 اللي هو انشاء هيئه البترول، في الماده 3 الزم
هيئة البترول بتوفير المنتجات البترولية للمواطن والشخصيات العامة الاعتبارية. فإذا كان ده القانون هو اللي ألزم الكلام ده، النهارده لما أنزل في الشارع وما الاقيش المنتج يبقى أنا خالفت القانون. مين اللي المفروض يطبق القانون؟ الناس اللي قاعدة على الكراسي. صحيح. طب ما هو الناس اللي قاعدة على الكراسي بيقول لك مفيش ميزانية أو قلة الفلوس، ما عندناش فلوس عشان نجيب الكميات الزيادة. يعني دي برضو ده يعني البترول بيرمي حمله على الدولة او بيرمي المشكلة على المالية ان هي ما بتدوش فلوس عشان يجيب للناس السولار. حكاية الفلوس دي معناها ايه؟ ان انا نايم ومستني اخد قرشين واروح اشتري منتج واحطه في الشارع وخلاص. طب انا في الحالة دي عاوز وزارة البترول ليه؟ ما انا الغيها واضمها لوزارة المالية وانتهت. المفروض وزارة البترول تشتغل عشان توجد المنتج، تنتج الاول. انما انا استنى لما اخد فلوس، ده باخد 600 مليون دولار كل شهر. هو الشعب هيدفع ايه ولا ايه؟ كل شهر 600 مليون دولار عشان يشتري المنتجات، عشان شراء المنتجات. طب إيه؟ واحنا انتاج البترول في مصر يا دكتور، يعني هل هو لا يكفي ان احنا بنستورد من الخارج بعض المواد المصنعه للبترول؟ بستورد كل حاجه، انا بستورد بوتاجاز وبستورد بنزين وبستورد سولار وبستورد مازوت، بستورد كل حاجه. طب انا عايز اسال حاجه دكتور ابراهيم، معلش يعني اسمح لي، هو جديد علينا، يعني احنا بنقول ان هذه الفتره بتمر بازمات او في عرقله عشان انا اكمل انتاجي وانا بستورد. طب ما هو الاستيراد ده مش جديد عليا، او بقيت بزود الاستيراد. ايه اللي جد؟ ايه الجديد اللي جد عليا؟ هل في تقاعس معين؟ هل في حد يعني عايزه اقول متعمد؟ ايه الجديد في الموضوع بالظبط؟ ما كنا عايشين. ايه الجديد؟ متعمد او مش متعمد دي ما انا ما بتكلمش فيها. تمام. لكن هو امال في ايه بقى؟ كان عندي انتاجي 950,000 برميل في اليوم لغايه سنه 2000. سنه بعد كده ينزل لغايه ما وصلت 530,000، وصلت للنص تقريبا. لما وصلت الانتاج للنص خلاص ما بقاش يكفي، بقى لازم استورد. في الفتره دهيا اللي انا عندي انتاج ناقص، المفروض ان انا اشوف حاجه بديله. عندي غاز، رحت مصدر الغاز كمان، فبقى لا عندي بترول ولا عندي غاز لاني بصدره. صدرت الغاز من 2005 والنهارده عاوز استورد غاز. طب ليه؟ ايه اللي يخليني اصدر وارجع استورد واصدر ب 75 سنت واستورد ب 17 دولار؟ طب ايه ده؟ واحد يعني حد مش فاهم مثلا ولا ايه؟ مش عارفه يعني، ده عدم يعني فهم للسياسه ولا هو تكتيك غلط؟ في حاجه غلط؟ لا في فساد. في فساد تاني. طيب دكتور ابراهيم، ايه رأي حضرتك في موضوع الكروت اللي هتتم من الهيئة العامة للبترول، واللي هتتم على 3 مراحل للميكروباصات والاتوبيسات والسيارات الخاصة والجرارات الزراعية، انه هيدوم كروت لاستخدام يعني صرف النسبة الخاصة بهم من البنزين او السولار داخل محطات البنزين؟ والنقطة يعني اللي محيرة، يعني الأول قالوا إن إحنا الوزير السابق هندي لكل مواطن 150 لتر في الشهر. الوزير الحالي لا، قال العملية مفتوحة للجميع اللي عايزه ياخده. هو إيه اللي حصل؟ يعني وزير سابق ووزير حالي في عملية إن أنا هديك 150 لتر ومش هديك أزيد من كده، وبعد كده السياسة تتغير، لا اللي أنتوا عايزين هتاخدوه. طب وبعدين الكروت عملوها ليه؟ لما أنت مش هتحدد لي الكمية. لا، الكروت الاساس بتاعها ان انا بعمل قاعده بيانات لا اكثر ولا اقل. قاعده بيانات. انا بعمل قاعده بيانات، انما يحاولوا بقى يفهموا الناس ان دي هتحل او مش هتحل، ده كلام بيضحكوا على الناس. تمام، يعني المواطن ملوش مصلحه في القصه دي ولا لا مفيش ولا في استفاده بالنسبه للمواطن ولا اي حاجه. يعني انا امبارح سواق تاكسي قال كده باللفظ كده، يعني موضوع 5 لتر باين مش عارفه ولا 15 لتر، قاعد يشرح لي. انا بصراحه ما فهمتش منه حاجه غير جمله واحده، قال لي كده بلفظ، قال لي انا لا مستفيد حاجه، ده عليا بخراب بيتي وشغلي وقطع رزقي. قلت له ليه افهم؟ قال لي هو انا مش فوق الدعم ده وفوق ده انا مش هشتري كذا واشتري كذا، ده انا لو فتحت التكييف شويه يا استاذه مش عارفه هيحصل ايه وايه. المواطن نفسه لا هو فاهم ولا هو مقتنع، غير ان هو بالنسبه له ده خراب بيت. انا مش عارفه ليه بقى، اعرف من سيادتك. ما هي القصه، نرجع تاني من الاول، قصه انتاج واستهلاك. هو مش قادر يواجه مشكلته ومش عارف يحلها، فبيقعد يقول يخترع اي حاجه. كروت ذكيه، يعني ايه كارت ذكي وكارت غبي؟ يعني ايه اللي هيعمله يعني؟ ده المطلوب منه ان هو يشوف العربيه رقم كذا، سعه سلندر كذا، بتستهلك ايه؟ قاعده بيانات.
طب عادي كل اللي دكتور هو بيعمله ابراهيم، يعني. دكتور ابراهيم، حضرتك وكيل وزاره في البترول، يعني هل حضرتك الاراء اللي انت حضرتك بتقولها هل ما بتوصلش يعني لجهه التنفيذ؟ لا انا خرجت من 2003. انت حضرتك على المعاش يعني. لكن الكلام ده موجود، واحنا كده في المجالس القوميه المتخصصه قلنا هذا الكلام من زمان، ومن موجود التاريخ قدامهم. هو الناس اصلا لا بتقرا ولا عاوزه تقرا ولا عاوزه تحل حاجه. مش عايز يحل اصلا، فيقرا ليه؟ تمام. اذا هي منظومه فساد زي ما قلت حضرتك. بالتاكيد. بالتاكيد. شكرا دكتور ابراهيم زهران وكيل وزاره البترول سابقا، اشكر حضرتك على هذا الاتصال. ولو جبنا حد من المسؤولين في التنفيذ هيقول لك غير الكلام ده تماما. يا ريت نحاول نجيب حد يا جماعه، يعني كلام يختلف تماما، واحنا بنحل وهنعمل الوزاره يعني، والكروت دي هتحل المشكله زي ما بنسمع طبعا من الساده المسؤولين اللي هم موجودين على الكراسي حاليا، واللي يهمهم طبعا هو الكرسي مش المواطن. اهم حاجه الكرسي ما يروحش منه، لكن المواطن مش في باله، يعني في مواطن في مشكله مش في مشكله، ده مش هدف المسؤول. الهدف ان هو قاعد على الكرسي ومتربع عليه، وطبعا كده 100 100 بالنسبه له. طيب خلينا نستقبل اتصال من مواطن معانا. الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. انا بيكسبك، انا كده بعت شكوتين وما حصلش استجابه. شكوتين؟ عن ايه الشكوتين؟ عن سيادتك، عن نفق امبابه والباعة الجائلين اللي مش عارفين نمشي في الشارع. والله انا اسم حضرتك ايه الاول؟ حمدي شحاته اسماعيل. والله يعني استاذ حمدي هقول لحضرتك على حاجه، يعني مش حكايه استجابه. احنا والله ربنا اللي عالم احنا بنعمل ايه وبنقول ايه وعشان ايه، لكن استجابه الساده المسؤولين فده بندعي كل يوم يا رب يستجيبوا. يعني اكيد فينا حد من الزملاء، مش لازم احنا بالتحديد امبارح بكره الاسبوع الجاي، كل يوم بيتكلموا. لكن الباعة الجائلين لغايه هذه اللحظه هم موجودين ومفيش حلول. مش حتى ريت حي، حتى بينزل، حتى يعني ريت حي بينزل والحاجات من ده خالص. الجو حر ينزل. ما هو استاذ حمدي يعني هم اكيد، يعني هو الجهات اكيد بتنزل مره واثنين وثلاثه، ولكن هي المشكله ان هم بيرجعوا تاني. بس ما حدش نزل ولا شفت حد نزل ولا حد اتحرك من مكانه. تمام. وانت اتقدمت طبعا في الحي وبعت الشكوى وقلت انت والناس والجيران واتكلمت. ايوه. ومفيش اي فايده خالص. مفيش اي فايده خالص. هنحاول نشوف رئيس حي شمال الجيزه. يا ريت انت المنطقه اللي انت فيها امبابه؟ حي شمال الجيزه. منيره. طيب حاضر. شكرا جزيلا. طبعا موضوع الباعة الجائلين او موضوع البنزين او ازمه الوقود، الكلام طبعا احنا مش بنقوله احنا بس، مش انا ومحمد بالتحديد في يوم الاثنين، وقالوا امبارح وقالوا اول وهيقولوا بكره وهيقولوا بعده، عشان هو ده موجود، بجانب طبعا المشاكل المعتاده، القمامه والرغيف العيش والى اخره، واللي هيحصل يوم 30 كل ده بنتكلم فيه. لكن الغريب في القصه ان ليه مش حاسين بان في حل حتى في حاجه واحده، يعني حاجه واحده تحس يعني موضوع الوقود ده بقالنا قد ايه بنتكلم فيه، حاجه تتحرك الناس تحس، يعني ما حتى لسه هو التسجيل دوت لسه ما فيش، ما بقالوش حاجه، نفس الموال ونفس الناس ونفس الكلام ونفس الطريقه، واحنا برضو تعبانين واحنا هلكانين. ليه ما حدش بيزق الموضوع ده شويه عشان الناس تشعر بان في حلول حتى ولو بسيط؟ مش عارفه ليه، يعني مش فاهمه برضو. هنتكلم في القرار الجمهوري بزيادة المعاشات ل10% اعتبارا من شهر يوليو القادم، وده كان منتظر من الجميع انه ينتظروا هذا القرار لزيادة المعاش. رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 433 لسنة 2013 بزيادة المعاش من 7.5% إلى 10% لجميع المستحقين للمعاش، وده هيبقى اعتبارا من أول يوليو القادم إن شاء الله. هيكون الزيادة حد أدنى 10 جنيه وبدون حد أقصى للمعاشات المستحقة قبل قرار المعاش السابق الصادر اللي بدأ العمل به أول يوليو 2006. كان في اعتراض من اتحاد أصحاب المعاشات حول هذا القرار، مش القرار، لا النسبة اللي قالها القرار اللي هي من 7.5 ل 10%، وقالوا طبعا 10% ما تتناسبش أبدا مع زيادة الأسعار بالنسبة لأصحاب المعاشات، وأنه كل يوم الزيادة بتتضخم بالنسبة للأسعار، وعملوا وقفة كانت بالأمس وما زالت أعتقد هذه الوقفة موجودة حتى هذه اللحظة. هنشوف الزيادة دي طبيعتها إيه، وهنحاول إن احنا يكون حد معانا من التأمينات الاجتماعية، ولكن دعونا ناخد هذا الاتصال من إحدى المواطنات. ألو ألو ألو
الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع المذيع. اتفضلي حضرتك. ايوه حضرتك، في هنا في ارض برجيله تقسيم تاني، ارض برجيله شارع الترولي، ارض برجيله ارض اصلاح زراعي بيتبني عليها مقابر. جه الشرطه امبارح هدت لهم كده خفيف قوي على السور، والنهارده خلاص بتتقسم مقابر، ودي فدانين الى 17 ايراد. ده فين بالظبط المنطقه دي؟ تقسيم تاني النزهه الجديده. تقسيم تاني النزهه الجديده. النزهه الجديده. طب يعني هم المسؤولين جم وطبعا امبارح جت الشرطه وهدت بس السور كده على الخفيف قوي، يعني شايف لها كم طوبه كده من على الشارع، لان اساسا كمان واخد نص الشارع. وهي دلوقتي دخلوا كمان ميه وبتتقسم مقابر، واساسا ممنوع تتعمل مقابر. يعني هم الناس بيعملوها مقابر. بيعملوها مقابر. وهي ملك الاصلاح الزراعي. وهي ملك الاصلاح الزراعي. تمام. طيب هنحاول ان احنا برضو انا ما اعرفش يعني ما اعرفش، انا ما عنديش نت وما اعرفش اوصل ازاي للاصلاح الزراعي ده. خلاص عموما يعني الشكوى وصلت او رساله وصلت، وهنحاول ان احنا يعني نبلغ لوزاره الزراعه ومصلحه الاصلاح الزراعي بالنسبه لارض برجيله شارع الترولي تقسيم تاني النزهه الجديده. هذه الارض ملك للاصلاح الزراعي، ولكن هناك يعني مجموعه من المواطنين بيحاولوا ان هم يقسموا هذه الاراضي ويعملوها مقابر. فنرجو إذا كانت وزارة الزراعة لها يد في هذا الموضوع أن تتدخل لإنهاء هذه المشكلة بين الأهالي وبين المواطنين في أرض برجيلة شارع الترولي تقسيم تاني النزهة الجديدة. الغريب ان الناس بتنتهز الفرص، يعني هو ده وقته، يعني استغفر الله العظيم يا رب، ده وقته. يعني انت شايف الدنيا عامله ازاي، اللي يجي يروح جاي واخد يستولي على ارض زراعيه، واللي يستولي على ارض مباني، واللي دلوقتي بيعملها مقابر، والباع الجاي كل واحد واخد له رصيف واخد له عربيه وفارش عليه. ايه يعني ايه ده؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ما بدل ما تقعد تستولي على حق مش حقك، وتقعد في مكان مش بتاعك، وتضايق الناس وتعب الناس وتوجع الناس في مالها وفي فلوسها وترعبهم وتضايقهم وتقعدوا تتخانقوا في الشوارع. اشتغلوا. يعني انا مش فاهمه، يعني انت رايح تستولي على ارض ورايح تدخل طب ما تشتغل احسن لك، ما تشوف لك شغلك وتبص في مهنتك واكل عيشك، بدل ما تقعد تضايق الناس وتتعبهم. يعني حاجه كل ده ما بيأثر على كل حاجه. ادي البورصه اهي، يعني ادي البورصه تواصل الخسائر بسبب مخاوف 30. اتفضلوا. يعني نتج عن ده ايه؟ فقدت البورصه 4 مليارات جنيه من راس مالها السوقي امس وسط عزوف المستثمرين عن الشراء. ما هو انا لما هفضل اخرب بالمنظر ده واذي بالمنظر ده والاستثمار بيقع بالمنظر ده الى اخره والى اخره، ادي اهي البورصه خسائر. ثم ان كمان في نقطه مهمه، يعني هو اي حد ياخد ارض فاضيه كده ويروح جاي يعملها مقابر؟ يعني مش فاهمه، وده تبع ايه برضه؟ فين؟ يعني انت فين؟ مين اللي قال لك ان ده ينفع؟ المحافظه اخبارها ايه؟ ولا برضه الدنيا حر عندهم؟ يعني حاجات غريبه كده بتحصل الفتره دي غير متوقعه ومن غير مبرر، ما فيش اي حاجه تقنع. يعني عندنا ايه اخبار تاني؟ عندنا خبر مهم جدا. الازهر بيرد على هجوم حجازي، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. شن الازهر الشريف هجوما عنيفا امس على الداعيه صفوت حجازي بسبب ما يعتبره تطاولا من الاخير على الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر خلال مظاهرات لا للعنف التي نظمتها التيارات الاسلاميه الجمعه الماضي، واصفا بما قاله حجازي بثمره الخيال السقيم والعقل المريض. وقال الازهر الشريف في بيانه الذي اصدره امس ان احد من كانوا يظهرون في ميدان التحرير ويتباهون بالتمسح بالثورة. وطبعا أنا مش هدخل في تفاصيل كتير، لكن أعتقد أن كل الناس عرفت البيان طبعا اللي صدر من الأزهر الشريف ردا على صفوت حجازي. طيب وزير الاتصالات بالأمس كان عمل مؤتمر صحفي، المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات طبعا أعلن على خدمة التتبع الآلي للمركبات عن طريق الأقمار الصناعية، وده يعني حدث تكنولوجي هائل والأول مرة يتم طبعا في مصر. هذه الخدمة خدمة التتبع الآلي للمركبات بيقول الوزير إنها ستقضي على ظاهرة تهريب السلع المدعمة بجميع أنواعها، خاصة البترولية والسلع التموينية اللي بيتم تهريبها. يعني التتبع المركبات هو اللي هيكشف الناس اللي بتتلاعب بأقوات الشعب والسلع المدعمة. امال فين الأجهزة الرقابية؟ يعني ما هو السؤال، يعني خلاص احنا هنقضي على الأجهزة الرقابية، والأجهزة الرقابية
فشلت في انها تتم السيطرة على تهريب السلع المدعمة سواء البترول او الدقيق المدعم. دلوقتي خلاص وزير الاتصالات قال لك هناك خدمة التتبع بالنسبة للمركبات عن طريق الأقمار الصناعية، انه الأمر الصناعي هيتتبع السواق او المركبة او السيارة المحملة بالسلع سواء السكر او الزيت او البترول، سيتم تتبعها عن طريق الأقمار الصناعية. طب فين الرقابة؟ فين مباحث التموين؟ يعني أجهزة كتيرة جدا ليها سيطرة على تهريب أي سلع داخل وخارج مصر. يبقى سؤال، إذا كان وزير الاتصالات بيقول الكلام ده، هل الأجهزة الرقابية الأخرى فشلت في عملية الرقابة؟ السؤال ومحتاجين إجابة. السؤال بيطرح نفسه ومحتاجين الإجابة، وأعتقد ده زيه زي أسئلة الثانوية العامة الصعبة. يعني ده سؤال تتبع صعب. لانقطاع المية برضو ممكن نعمل أجهزة أخرى. ومفيش تتبع لقطاع الكهرباء، ولا الكهرباء مباح والمية حرام بالمرة ناخد الاثنين؟ يعني والله أنا بس يعني أنا كمواطنة مصرية نفسي يعني حد يعني طب ليه يرد عليا. ليه الاجهزه دي؟ يعني هل العربيات اللي بتتسرق هيبقى لها فيه تتبع ولا لا؟ تتبع العربيات، انا عربيتي مسروقه على فكره. طيب يعني عايزين نشوف حل، حد يتبع سرقه عربيات. لا ما لقيتهاش حد يتبع سرقه عربيات، وحد يتبع الميه والكهرباء لو سمحتوا. حاضر. والكهرباء لو سمحتوا، كل ما جهاز التتبع يلقط تكييف باظ او اتحرق، الثلاجه اتحرقت، مروحه، يجيبوا لنا بديل. يعني اول ما يتاكد ان الكهرباء هنا اتقطعت في البيت 4-5 مرات ورا بعض، 6 مرات بالليل و4 صباحا و2 في الوسط، يجيبوا لنا ثلاجه، تكسب غساله، تكسب يعني اي حاجه، المهم يعوضك عن هذا الانقطاع. خلينا نشوف الفقره الخاصه بانقطاع الميه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. بالنسبه للميه كذلك برضو قليل جدا لما تقطع. في اماكن تانية انا ما بكدبش الناس، في اماكن تانية بتقطع كتير جدا. تمام. انا مش عارف المشكله دي مين اللي مسؤول عنها. الميه 4 اشهر دافع 420 جنيه، كنا بندفع 5 جنيه. الغاز بقى ب 13 جنيه. يعني مش عارفين الشعب المصري يعمل ايه بصراحه. اللي مش قادر يشتغل في مكانه يسيب مكانه ويسيب مكانه ويجيب غيره وغيره وغيره، عشان كده مش نافع بصراحه. في الطوابق، شارع فيصل الطوابق، شارع المنشية بجوار الدائري، ما بنشوفش المية خالص. تيجي ساعة 1 الصبح، الساعة 6 الصبح وما بنشوفهاش تاني. لا مواتير ولا غير مواتير، وفواتير عادي وكل حاجة عادي بندفعها عادي، كل حاجة بندفعها عادي. والكهرباء برضه دايما تقطع على طول، قطع والمية قطع. ما بنجيب لنا جيركن مية، مش عارفين نغسل ايدينا ولا نتوضى. يعني نتوضى، بطلت صلاة من قلة المية. يعني بطلنا صلاة من قلة المية. الفجر يدنا مش لاقي شرمية عشان نتوضى بيهم. يبقى هنعمل ايه؟ ونروح هنا وهنا ولا حد بيسأل. بياخدوا المية ويدوها للناس اللي هم فوق في اكتوبر والحتت دي، خايفين منهم. الرتب الجامدة. احنا الناس الغلابة مش عاوزين يدينا مية. المية بقت عامله زي الكهرباء، لان معظم البيوت كلها مرتفعه، حتى البيوت اللي مش مرتفعه فيها مواتير وبتشتغل بالمواتير، فلو الكهرباء اتقطعت المواتير ما بتشتغلش وبالصفه المستمره. حتى لو الكهرباء موجوده، المية برضو صورتها ضعيفه جدا او قوتها ضعيفه جدا. بالنسبه للمية عندنا مشاكل جامده في المية. عندنا المية اقول لك مشاكل زي ايه؟ لما بيجي يعملوا تحليل للمية بيلاقوا فيها نسبه رواسب. لما يجي يعملوا يعني بيلاقوا ان فيها نسبه رواسب وحاجات كده مش كويسه. وعندنا في ناس كتير عندها امراض بسبب المية. بس ونفسي المشاكل دي تتحل. بسبب انقطاع الكهرباء تنقطع، لان بتشتغل برضك على مواتير. الميه برضو احنا مصرفين فيها اهو. بيرص الميه ليه؟ هل ربنا قال كده؟ هو لو دافع ثمن الميه صح ما يرصهاش. المتر الميه بيتكلف 10 جنيه تحليته. والله احنا بنستورد كل حاجه. احنا بنستورد المعدات والتكنولوجيا. لازم نتقي الله في عملنا ونتقي الله في البلد دي، وربنا ينهض البلد دي يا رب. المياه يعني ممكن ميه كويسه يوم تجي كويسه ويوم تجي مش كويسه. وزاد حالات المشهوره بتاعت خط المياه، الصرف الصحي على المياه الهند، وده يعني ما ينفعش ده. يعني طالب الساده المسؤولين مراعاه للناس كده والشعب. يعني بنشتري جيركن الميه دلوقتي ب 2 جنيه وب 3 جنيه، برغم ان عندنا ميه حلوه. يقول لك لا ميه فلتر، وراحوا منزلين عملوا لنا فلاتر، وراحوا منزلين لنا عاملين دلوقتي جيركن الميه ب 2 جنيه وب 3 جنيه. طب نلحق على الميه ولا نلحق على كهرباء ولا نلحق على ايه بالظبط؟ ايه تقدر ستك؟ يعني انا نفسي واحد من دول يطلع يقول لي
الاحق على ايه؟ اجيب منين؟ اسرق؟ مفيش حد معاه فلوس عشان يسرق. مرة تانية أعزائي المشاهدين رجعنا لحضراتكم و انقطاع المية من المية لانقطاع المية لانقطاع الكهرباء. في ايه تاني ممكن تقطع؟ يعني مية وكهرباء وبنزين. يعني هو في فلوس بتدفع، يعني هو يعني فلوس بتقطع. لا يعني لا الفلوس اللي بتنتجي على فواتير المية ولا فواتير الكهرباء، يعني خلاص المواطن يعني فواتير غالية جدا الأيام دي سواء المية أو الكهرباء. ارتفاع اسعار الميه والكهرباء بطريقه يعني جنونيه. والاكل يا محمد، الاكل قد ايه المواطن بيعاني، يعني قد ايه المواطن بيعاني من دفع هذه الفواتير ومن الانقطاع المستمر من الكهرباء او من الميه. فيعني رحمه بالمواطنين، يعني حتى لما المواطن يروح يشتكي انه بيدفع فاتوره والفاتوره دي فلوسها اكتر من اللازم، فحتى مفيش استجابه ان هم يحلوا هذه الشكوى. لا والغريبه لما يعني بيجي يشتكي أي استجابه لحل الشكوى بالنسبه لارتفاع لما بيجي يشتكي، يعني فعلا والله حاجه بتحزن. بيجي يشتكي اللي هو قاعد عشان يستقبل منه الشكوى بيقول له يعني بيعملوا كده اللي هو يقعد يحسبها له ويطلعها له، بيطلعها له هو هيدفع مفيش غلطه. يقول له لا والناس تزعق يعني وصوتها يعلى ويتخانقوا بتاع، ويعاني الموظف هو نفسه مش فاهم. يعني في مشكله يا جماعه، الموظف المسؤول اللي قاعد يا عيني عشان يستقبل شكاوى المواطنين من اي اتجاه بقى، كهرباء، مترو، اتوبيس، رغيف عيش، ميه، ايا كان، هو يا عيني مش فاهم. دي مشكله تانية، وهو حاسس بيك انك انت تعبان وبتعاني، بس ما عليه، ده وظيفته، قاعد يا عيني يستقبل، وهيعمل ايه؟ فهو مش عارف يحل لانه مش فاهم. يعني هو مش فاهم ايه اللي بيحصل عشان يحل لك مشكلتك. عندنا حاجه بقى بنتكلم هيلاقيها منين ولا منين؟ يعني لا ده ربنا كريم في شهر رمضان يعني. لاول مره خطوط مصريه مش عارفه خطوط مصريه لانتاج 1,000,000 رغيف بلد يوميا آليا. خطوط مصريه دي يعني ايه؟ خطوط العيش يعني هي كانت اول كانت خطوط ايه؟ مش برضه مش مصريه والعيش كان مش مصري برضه ولا ايه؟ تفاصيل الخبر ايه يعني؟ طب ايه تفاصيل الخبر؟ يعني مصنعه محليا هو العيش كنا بنجيبه منين؟ مش محلي؟ العيش اللي هو المكن نفسه بتاع تصنيع العيش يعني المكن الماشين نفسها الخبر ده عايزين نشوفه يعني. لاول مره خطوط مصريه لانتاج 1,000,000 رغيف بلدي يوميا آليا. خطوط مصريه يعني مش فاهماها دي يا جماعه. طب عايزين نشوف الاتصال بحد. ايوه طب معانا الاستاذ عبد الله حموده مدير العلاقات العامه بشركه مياه القاهره الكبرى. استاذ عبد الله مساء الخير واهلا بيك. استاذ عبد الله، استاذ عبد الله حموده، استاذ عبد الله سمعنا؟ سامعك يا استاذ محمد. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك استاذ عبد الله؟ استاذ منال اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا، كل سنه وسيادتك طيب يا فندم. الناس بتشتكي من الانقطاع الميه، يعني انتوا عودتونا لما بيكون في انقطاع ميه بتبعتوا لنا على طول كده نشره. اعلان يا فندم محمد بيه، دلوقتي ما فيش انقطاعات. فين بالظبط بتجي لك؟ الناس بتجي لك فين؟ القاهره مستقره الحمد لله. يعني هو ممكن يكون انقطاع ميه في شارع ما او في منطقه في مربع سكني ما، عشان في ماسوره بتبقى قطرها 150 يعني 15 سم او 200 مللي يعني 20 سم، ودي بتخلص في مده زمنيه تتراوح من ساعتين ل3 ساعات. منطقه صقر قريش يعني الناس بيشتكوا. صقر قريش في المعادي؟ فين بالظبط؟ دي بالظبط العنوان بتاع الحمد دلوقتي. هي اسمها منطقه صقر قريش. المنطقه صقر قريش المعادي بتعاني من انقطاع الميه اكتر من مره يوميا، والناس بعتت لنا شكاوى سكان صقر قريش بالمعادي يعانون من انقطاع المياه. لكن ما فيش عنوان محدد. لا هما كاتبين كده على منطقه صقر قريش. لا بس يا صقر قريش الميه مربع ايه يا جماعه؟ العنوان عندكم مربع ايه؟ حوالي 200 عماره في مربع صقر قريش بيعانوا من انقطاع المياه بمعدل مرتين يوميا او 3 مرات يوميا. لا مش انا عندي قدامي البيان اهو، مفيش حاجه في صقر قريش. هو كان في خط مربوط الصبح لمده ساعه بالظبط. يعني كان في يعني في ساعه، ما انا بقول لحضرتك بيبقى في ماسوره مكسوره وبتاثر على منطقه المياه. كان صقر قريش المياه فيها من الصيف اللي قبل اللي فات كان عندي، احنا حافظينها بالبلوك على فكره، بالبلوك صقر قريش كان بلوك 34 و36 في منطقه عاليه، وعملنا حاجه اسمها باي باس ظبطت الضغوط في المنطقه دي. طب انا عايز اعرف حاجه يعني بعد اذن حضرتك. يعني اتفضلي. دلوقتي يعني موضوع انقطاع المياه حضرتك بتقول طبعا ما فيش ومش بيحصل او ان شاء الله مش هيكون فيه، وده بيكون فترات لاصلاح جزء معين او ايا كان. يعني
ازاي يكون في امان من الموضوع ده؟ ازاي انا ابلغ دلوقتي المواطن اللي متابع يعني اطمن ان الايام القادمه مفيش استاذ منال الاستاذ محمد قال اول مكالمته احنا يمكن من الجهات الاولى في مصر اللي لما يكون عندنا انقطاعات بنبلغ مفاجاه بنبلغ وبنبعت لكم وحضرتك وانتم القنوات الاولى اللي بتذيعوا مشكورين. تمام. احنا داخلين على شهر كريم يعني ان شاء الله بنامل ان شاء الله استعداداتنا للصيف وشهر رمضان استعدادات ممتازه جدا جدا بإذن الله. وتامين الميه لجميع مناطق القاهره مهم قوي موجود جدا وخطه معموله لمواجهه متطلبات الناس في شهر رمضان. تمام. على مدار 24 ساعه. ربنا يطمنك ربنا يطمنك. على مدار 24 ساعه واحنا شغالين عندنا 125 يستقبل شكاوي الناس على مدار 24 ساعه عندنا متابعه ميدانيه اللي بتمر على الاصلاحات عشان نطمن ان الاصلاح ماشي صح. تمام ربنا يطمنك. عندنا في المركز الاعلامي. طب استاذ عبد الله الناس بتشتكي من الفواتير الميه، يعني هو فواتير الميه فيها زياده مستمره ولا ايه النظام بالظبط؟ مفيش الفواتير الميه ما فيهاش زياده مستمره ولا حاجه، هي تبقى دلوقتي احنا غطينا نسبه كبيره من العدادات العاطله وبموجب قرارات فعليه، ولكن لو كان هناك في شك في محاسبه ما فاحنا بنستقبل اي فاتوره يبعتها لنا على الفاكس او بس يبلغ لنا 125. طب هو احيانا لما بتروح تشتكي على الزياده بيتضح مثلا انه العداد عطلان. قدام حضرتك طب يا جماعه غيروا لي العداد، لا هنغير لك العداد لازم تدفع ثمن العداد وثمن العداد او مقايسه عداد جديده. لا ازاي انت واخد ثمن العداد مني في الاول؟ لا ما تدخلش. لا نعم العداد القديم ما كانش واخدين ثمنه، العداد الجديد هناخد ثمنه. لما كنا هيئه ما كانش العداد بفلوس، كان على طول على الوصل على طول. لا لكن يعني هو في عداد بيبقى راكب وعطلان. المفروض انك انت راكب عداد جديد على حساب مين؟ على حساب المشترك وبنقسطه. طب والمشترك يدفع عليه تاني ثمن عداد؟ طب ما زي الكهرباء كده، ما بغير مش دفعت تامين ودفعت الصيانه ادفع تاني ليه؟ ثمنه الاول يعني ادفع حتى حاجه رمزيه ما ادفعش مثلا ادفع عليه اصلا. انا بقسطه على سنه او 24 سنه كمان. انت برضه خدته انت يعني ما كده هتاخده يعني سواء قسطته او هتاخده. استاذ محمد انت عارف ان متر الميه ب 23 قرش. متر الميه ب 23 قرش. ما انت بتضيف له ميه وتضيف له صرف صحي كمان يا استاذ عبد الله. ونسبه صرف صحي مش بتاعتي بس محمد بتاعت شركه الصرف الصحي. انا باخد فلوس الصرف الصحي لشركه الصرف الصحي لمشروعاتها. انا باخد الميه 23 قرش لغايه المتوسط كله 30 قرش يعني متر الميه 30 قرش بيتكلف بتاع جنيه 110. لا والله حرام يا استاذ عبد الله الارتفاع الميه ده اي شكوى محاسبه يا استاذ محمد. طب انا اقول لك حاجه يا استاذ عبد الله، انا عندي في العماره عندي 34 شقه و5 محلات تحت العماره. عارف بيجي لنا كام الفاتوره؟ يعني تخيل تيجي كام بقى؟ مش عارف. لا قول بس انت قول كده. توقع كام؟ لا مش عارف والله على حسب الاستهلاك. ما بقى انت عندك 5 محلات تجاريه، المحلات التجاريه ايه نشاطها ايه؟ تتوجب برضه على حسب النشاط. ماشي والعداد عطلان. بيجي لنا 2800 جنيه ينفع؟ 2800 جنيه على الشهرين. على الشهرين. هتقول لي كويس طبعا زي ما على 34 على 2 يبقى في الشهر كام؟ واخد بال حضرتك؟ وبعدين تشوف نسبه التجاري منه كام؟ هتلاقي التجاري خد بالك التجاري ده معمول له 70% صرف صحي. انت 35 انت 40% المنازل 40% صرف صحي. ايوه المبلغ بس برضه كبير يا استاذ عبد الله 2800 جنيه. ما تحسبها يا استاذ محمد، لو انت حسبت 2800 على 34 فيها كام؟ وبعدين تقسمها على الشهرين على الشهر فيها كام؟ كده بس نخصم من اول المحلات التجاريه هتلاقي في الفاتوره كده يا محمد دي منازل كذا وتجاري كذا. ما هو كاتب في الفاتوره محلات تجاريه كذا وكده بيحدد يعني. شوف المحلات التجاريه تدفع فلوسها لان المحلات التجاريه استهلاكها غير استهلاكها. المشكله ان انا لما واحد عايز يروح يعمل عداد يقول لك ادفع ثمن العداد، فدي يعني ما اعرفش البند ده موجود. انا بنرحب بانك تعمل عداد دي شقتك مستقل، هتبقى وصله فرعيه يعني. وصله فرعيه بتعمل وصله من العداد الكبير وركب لك عداد على بالقسط. لا انا بتكلم على الكل يعني اذا كان لا هو لو العداد قابل للاصلاح بيصلح، في عدادات اللي هي كانت زمان مغموره دي ما بتصلحش ما بتنفعش تتركب. طب هل المحلات التجاريه انها لو هي حبت تعمل عدادات لوحدها ده موجود ولا؟ بنرحب وبشده. بترحب وبشده تمام. وبتسهيلات كبيره جدا، لو في اي مكان في القاهره يكلمنا المواطن 125 ونعمل له التسهيلات كلها يعني. تمام يا فندم. شكرا استاذ عبد الله، شكرا جزيلا. ده موضوع الميه وده الكهرباء وده الوقود، وهنفضل طبعا في نفس ده. انا شايفه طبعا انه كتير جدا على المواطن المصري انه يتحمل
كل التكلفه دي وبيدفع الفواتير. تمام. لا. تمام. وبداوا في نفس التوقيت بدفع فاتوره كهرباء بالشيء الفلاني، وعلى فاتوره الكهرباء النظافه او ان يجي حد عشان يشيل القمامه، وطبعا ده ما بيجيش والى اخره. وبندخل في موضوع العيش، لسه ما فيش معانا اتصال عشان نشوف موضوع العيش. في بقى خبر تاني، في عقود او في عقد تطوير 50 مزلقان سكه حديد. مش عارفه يعني تطوير 50 مزلقان، والعقد اهو يعني عقود او عقد اتكتب او بيتكتب لتطوير 50 مزلقان. طبعا احنا هيكون في اتصال، هنحاول، مش عارفه يمكن وقتنا هيسمح ولا لا. يعني انا مستغربه جدا جدا، في حاله ذهول تام. هو انت النهارده او امبارح او اول امبارح او الاسبوع اللي فات جاي تعمل عقود او عقد لتطوير 50 مزلقان؟ يعني ده كلام احنا والله العظيم حاجه يعني حاجه تضحك. ده كلام يعني كنت فين من زمان؟ ما المزلقانات بايظه وخربانه واستهلكت وطلعت من قلبها من جوه ومتقطعه ومتفرفته حتت، والناس عماله بتشتكي وبتصوت، وكم حاله وفاه وكم حادثه وفيات وكم اطفال ماتوا وكم. جايين نفكر في تطوير المزلقان، عقد تطوير 50 مزلقان. 50 مزلقان مين و100 مين ومزلقان مين؟ مش المفروض اساسا الحاجات دي كانت تستنى بالمنظر ده؟ ما علينا استنت، وبعد الوفيات هنطور لسه دلوقتي في المزلقان؟ ده كده لوحدك كان الموضوع ده يخلص من زمان. يعني حاجه برضو غريبه، مشكله السكه الحديد دي غريبه ومش عايز تنتهي. سواء كانت القطارات غير مجهزه، تكييفات مش شغاله، الازاز مكسور، مواعيدها عطلانه على طول الخط، مواعيدها خربانه، مفيش ساعه معاهم نهائي، مفيش تنظيم للوقت. كمان جاي تعمل تطوير المزلقان ما هو فاشل من زمان المزلقان. طب هيطور اهو، ايه المشكله؟ بعد ايه جاي يطور؟ بعد دلوقتي جاي نصحى يعني ايه يعني؟ نبدا برضه يعني نبدا وانا لازم ابدا من حيث ينتهي الاخرون يعني لما يقول لي هطور اقول له متشكرين. وانت ما طورتش ليه قبل ما حصل الوفيات اللي عماله تحصل؟ ما يطورش. طب لا طبعا كده على هذا الوضع يعني ولا نطور؟ ليه انت متاخر؟ بعد ايه جاي تطور؟ يعني هو ده السؤال. ما انا عايز اطور ليه؟ طيب اطور ولا ما اطورش؟ تطور طيب. بس تطور في التوقيت اللي المفروض ان يكون كان صيانه، فما توصلش لمرحله الهلاك. ايه هو التوقيت بقى؟ التوقيت وقت ما حصل الاموات اللي ماتوا دول من زمان جدا، من فتره، والاطفال اللي اتدفنت تحت السكه الحديد ما وقبلها. في الماضي ما هو انا يا محمد في التوقيت ده يعني انا وصلت المزلقانات والسكه الحديد للمرحله دي ليه؟ ده رقم واحد. يعني هي مرحله متهالكه. إذن على الحكومة وعلى الدولة أن تقوم بالتطوير. أيوة يا محمد، هو ما كانتش بتشاف إن هي مستهلكة ومنتهية يعني؟ طيب ما هو ده خطأ، ما هو ده برضه ده مسؤولية تقصيرية دي. أنت راجل قصرت في شغلك في مهام وظيفتك. إذن هيطوروا أهلا وسهلا يطوروا، بس يطوروا لا مش القصة أهلا وسهلا، مش القصة أهلا وسهلا. في فلوس وفي ميزانية موجودة قد كده، وفي ناس ماتت قد كده، وفي مزلقانات بايظة بقى لها مليون سنة قد كده. أنت مستني كل ده وجاي دلوقتي تطلع لي عشان أقول لك لا والله شاطر برافو جاي تطور؟ وانت فين من زمان؟ ما طورتش ليه؟ ماشي هتطور، واجبك انك تطور. على كل مسؤول يعني هو بيضع خط او يطور، فمرحبا بس ده واجبه ان هو يطور، لكن مش الصح اني استنى لغايه ما اوصل للمراحل دي وللنهايه خالص بقى اقول انا جاي اطور. برضو ده تاخير، ده تاخير يا محمد. على اي حال. طيب في قرار من وزير التربيه والتعليم اصدر، يعني الخبر بيقول ان وزير التربيه والتعليم اصدر قرار انه الكتب القديمه للطلبه اللي معاها كتب قديمه يعني يسلمها للمدرسه في حاله جيده، على شرط انه الكتب القديمه بتاعته تكون في حاله جيده، وهيتم خصم 50% من المصروفات للطالب. يعني الطالب لو هو الحمد لله نجح السنه دي ومعاه الكتب بتاعت السنه اللي هو موجود فيها يسلمها للمدرسه. المدرسه هتعفيه ب 50% كل الكتب بقى ولا كتب معينه؟ كل الكتب اللي هو كانت معاه الدراسيه. طيب. لانه هيتم تدويرها. طيب استاذه او مدام ثانيه. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اتفضلي يا فندم. احنا خط قطع. طيب ما فيش مشكله معلش. طيب هنروح لبرضه فقرة إنسانية. في تغيبت المواطنة أماني إبراهيم السيد بتبلغ 62 سنة. أماني إبراهيم السيد تغيبت ليها 25 يوم. من يجد السيدة أماني إبراهيم السيد وهي 62 سنة يا ريت يتصل بالبرنامج، وهي خرجت طبعا عنوانها الطلبية. لغاية دلوقتي ما رجعتش البيت، ونتمنى ان شاء الله رجوعها سالمة ان شاء الله. أماني إبراهيم السيد سنها 62 سنة. عايزين نقول حاجة بالنسبة للامتحانات او للثانوية العامة، ان مكتوب ان التاريخ كان المفروض انه
يعني لطيف أو معقول في القاهرة، لكن بالنسبة للمحافظات مش عارفة ليه كاتبين إن الآراء اختلفت أو تباينت آراء طلاب الثانوية العامة حول مدى صعوبة امتحان مادة التاريخ أمس. في ناس أكدت في محافظة القاهرة إن هو سهل أو إن هو بالنسبة لهم دارسينه أو عارفينه، وفي ناس كانت بالنسبة لهم حالة من البكاء بسبب صعوبة الامتحان وطوله. وطبعا اللجان كانت بتقول أو كاتبين في الخبر إن كان في بعض حالات الغش داخل اللجان. وأساسا أكد محمد السروجي متحدث الإعلام وزارة التربية والتعليم إن غرفة عمليات التعليم رصدت 17 حالة غش إلكتروني، وحالتين شغب، وحالتين تمزيق الأوراق والانفعالات، وحالتين تعدي على الملاحظين في سوهاج وفي الوراق. طبعا يعني التوتر والانفعال بيخلي الولاد أو الطلبة والطالبات بيتصرفوا تصرفات هما مش مدركين التصرف ده هيوديهم فين. الانفعال وقطع الورقة ومش قطع الورقة وعملت فيها انك لا، ده طبعا كلام في النهاية بيبقى محضر وممكن تحرم من الامتحان. حالات الغش يمكن كان لنا اكتر من اتصال ان الموضوع الموبايل او الغش الجماعي او الغش الرسالة ويبعتها للكل والكلام ده كله، برضو دي مسؤولية بيت في جميع الأحوال. إن أنا سايبة ابني مع الموبايل أو مع الأصدقاء اللي هم بيقولوا نغش وما يهمكش، يعني بتختلف، لكن أنا في النهاية لازم أبقى فاهمة كأم إن ده هيوصل ابني إنه يحرم من الامتحان. تمام. طيب الهيئة العامة للبترول قالت في تصريحاتها كروت السولار والبنزين هتكون في النوادي والنقابات والبنوك الزراعية والبريد والمرور وهتكون مجانا. المهندس طارق البرقطاوي رئيس الهيئة العامة للبترول أكد أن 1,000,000 شاحنة وسيارة ميكروباص سيتم استخراج كروت السولار لها لتبدأ في التعامل بها الشهر المقبل. وأضاف أنه سيتم تسجيل ماكينات الري واللوادر والجرارات الزراعية والمعدات، وهيتم منحها حصة من خلال الكروت الذكية، وتبدأ عملية استخدام السيارات اللي هي بتعمل بالبنزين بداية شهر أغسطس، يعني من شهر 8 إن شاء الله سيتم توزيع الكروت الذكية بالنسبة لأصحاب السيارات. أشار أنه تم الاتفاق مع عدة جهات للقيام بتسليم الكروت. هيتم التسليم في جميع الجهات مجانا ودون أي رسوم. الجهات اللي هيتم تسليمها الكروت هي مكاتب البريد أو أحد فروع بنك التنمية ووحدات المرور، ويمكن أيضا استلام الكارت على عنوان السكن مقابل رسم بسيط، ويسمح بالتسليم بالشركات والجهات الحكومية ولأعضاء النقابات والنوادي الرياضية، وأن المنظومة ستراعي حالات عدم وجود بطاقة ذكية أثناء التنفيذ. تقولي حاجة؟ هقول شكرا. طيب هتقولي شكرا. أنا عايز أختم بكلمة، هنختم حلقتنا بكلمة هي نص كلمة للكاتب الكبير أحمد رجب، واللي قال فيها: اللهم احفظ شباب مصر من يوم عصيب، اللهم احمي كل من كارثة العمر بضربة لابنها من أخيه المصري فقد فيها العقل والرشد، يا رب. هذا دعائي في صلواتي لك. وصلنا أعزائي المشاهدين مع حضراتكم لنهاية حلقتنا النهاردة. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، نشوفكم على خير إن شاء الله، وتبقى مصر دائما آمنة. شكرا جزيلا.